أهلا بيكم يا جماعة. النهاردة هنتكلم عن موضوع كلنا بنحبه، الأجازة. وهنتعلم سوا إزاي نوصف الأجازة اللي بنحلم بيها، بس بالألماني. طيب، كل واحد فينا ليه فكرة مختلفة عن الأجازة المثالية، صح؟ في اللي بيحب الفخامة والدلع، وفي اللي كل اللي محتاجه إنه يقعد في هدوء ويفصل خالص. يا ترى أنتوا أي نوع؟ في كل الأحوال النهاردة هنعرف نقول كل ده بالألماني. يلا بينا. تمام، عشان نعرف نتكلم لازم الأول يبقى معانا الكلمات المهمة دي، بالظبط عاملة زي صندوق العدة بتاعنا اللي هنستخدمه عشان نبني الجمل بعد كده. وأول كلمة معانا هي دير لوكسوس. كرروا معايا كده، دير لوكسوس. بالظبط، ودي معناها الرفاهية. وطبعا مهم قوي نعرف إنها كلمة مذكر وبتاخد الأداة دير. أما بقى لو حد بيميل أكتر للهدوء والروقان فالكلمة دي عشانه، دي Abgeschiedenheit. عارف كلمة شكلها يخض وطويلة شوية، بس ما تقلقوش، تعالوا نقسمها سوا. Abgeschiedenheit، ودي معناها العزلة أو الانعزال، يعني تكون في مكان هادي كده بعيد عن أي دوشة. وده بقى تعبير على بعضه كده بيستخدموه الألمان كتير قوي، روها und Frieden، معناه ببساطة هدوء وسلام. الكلمتين دول مع بعض بيوصفوا حالة السكينة اللي ناس كتير بتدور عليها في الأجازة. الكلمة اللي جاية دي كمان مهمة قوي، دير Erholung، ودي معناها الاسترخاء أو الاستجمام. الفكرة بتاعتها إن الواحد بيستعيد طاقته تاني بعد فترة شغل وضغط، فالأجازة طبعا هي وقت للدير Erholung. وآخر حاجة في الجزء ده هو فعل مهم جدا جدا، genießen. معناه ببساطة يستمتع. لما تحب تقول إنك مستمتع بالشمس، بالبحر، بالأكل، بأي حاجة هتستخدم الفعل ده. تمام قوي، كده عرفنا الكلمات. طيب إزاي بقى نحطها في جمل عشان نتكلم بجد؟ يلا بينا نشوف أمثلة حقيقية. تخيل كده معايا إنك قاعد في مكان فخم جدا والمنظر تحفة. عايز تعبر عن انبهارك ده بالألماني؟ هتقول إيه؟ هتقول الجملة دي بحماس: Das ist der pure Luxus. ترجمتها: هذه رفاهية خالصة. كلمة بيور هنا بتدي معنى صافي أو نقي، وبتستخدم عشان تأكد على فخامة الموقف. يعني جملة بسيطة بس بتوصل الإحساس كله. طيب نرجع تاني للناس بتوع الهدوء والعزلة. لو عايزين نقول إن الهدوء ده شيء أساسي ومهم بالنسبة لنا في الأجازة، ممكن نقول: Im Urlaub ist mir Abgeschiedenheit wichtig. معنى الجملة دي: العزلة مهمة ليا في الأجازة. im Urlaub يعني في الأجازة، وwichtig يعني مهم. والتركيبة دي بتوضح قوي إن العزلة هي الأولوية رقم واحد عندك. طب لو الواحد بقى خلاص جاب آخره من الشغل والدوشة ومحتاج يفصل ضروري، في جملة معبرة قوي اللي بتوصف الإحساس ده: Ich sehne mich nach Ruhe und Frieden. الفعل هنا sich sehnen nach. ده مش مجرد أنا عايز، لا، ده أقوى بكتير. معناه أنا أتوق إلى، أو أنا أحن إلى، يعني بيعبر عن اشتياق عميق للهدوء والسلام. جملة قوية بجد. ودي بقى جملة جميلة بتجمع بين كلمتين اتعلمناهم. لو عايزين نقول إننا في الأجازة هدفنا نستمتع بالهدوء والاسترخاء هنقول Im Urlaub möchte ich Ruhe und Erholung genießen. هنا بقى في ملحوظة مهمة في تركيب الجملة الألمانية. لما بنستخدم فعل مساعد زي مشت اللي معناه أريد، الفعل الرئيسي بتاعنا اللي هو جنيسن في المثال ده بيتحدف لآخر الجملة خالص في المصدر بتاعه. دي قاعدة أساسية ومهمة قوي. وعشان الدنيا تبقى أوضح، شوفوا المثال البسيط ده. لو هنتكلم عن واحدة اسمها هولي مثلا، هنقول هولي genießt ihren Urlaub. معناها هولي بتستمتع بأجازتها. شايفين؟ الفعل جنيسن لما جه مع هولي اللي هي زي هي بقى جنيست، صالة خالص. ودلوقتي بقى ركزوا معايا عشان هنتكلم في حتة جرامر صغننة بس مهمة قوي، ليها علاقة بالنفي. الجملة اللي هنشتغل عليها هي Ich brauche im Urlaub keinen Luxus. معناها أنا مش محتاج رفاهية في الأجازة. السؤال بقى: ليه قلنا keinen هنا؟ بص يا جماعة، الحكاية بسيطة. فاكرين لما قلنا إن كلمة لوكسوس مذكر؟ تمام. لما بنستخدم فعل زي براوخن يعني يحتاج، الاسم اللي بيجي بعده بيحصل فيه تغيير بسيط. في حالة النفي أداة النفي كاين بتاخد النهاية ان عشان تبين إن كلمة لوكسوس هي اللي وقع عليها الفعل. فبدل ما نقول كاين لوكسوس بنقول كاينن لوكسوس. متقلقوش من المصطلحات الكبيرة، المهم بس نفتكر إن مع فعل براوخن الاسم المذكر المنفي بياخد كاينن. وبكده نكون وصلنا لآخر شرح النهاردة. لمينا شوية كلمات وجمل أعتقد هتبقى مفيدة جدا. يلا بينا نراجع بسرعة على اللي قلناه. يبقى احنا النهاردة اتكلمنا عن der Luxus للرفاهية، die Abgeschiedenheit للعزلة، التعبير الجميل Ruhe und Frieden للهدوء والسلام، die Erholung للاسترخاء، والفعل المهم genießen
للاستمتاع. ودلوقتي جه دوركم، قولوا لي في الكومنتات ايه اكتر كلمة او جملة عجبتكم وحسيتوا انها بتوصف اجازتكم المثالية بالظبط. انا عن نفسي بحب خوة اون فريدن. مستني اشوف اجاباتكم. لو الشرح ده كان مفيد ليكم يا ريت ما تنسوش تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناة، وطبعا فعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. أشوفكم المرة الجاية وأتمنى لكم أجازة سعيدة. سلام.